قالوا ناس زمان: حب الناس وخلي قلبك كبير، امشي بالنية وما تديها في كلام الغير، عيش حياتك وصلي صلاتك، اسمعها مني هذا الشي ينفعك في مماتك. العشرة ما تتباع ما تتشرى، ربي معانا والصبر دوانا، واللي بغانا يعرف وين يلقانا، واللي معجبناش غير يبعد وينسانا. السلام عليكم البنات، ان شاء الله الفيديو ديالي تصيبكم في احسن صحة وعافية ان شاء الله. اهلا بكم في قناتي وصفاتي الاقتصادية لأم وسيم في نهار اليوم ان شاء الله راح ندير معاكم حلوة تاع بومسلك خفيف خفيف، راح ديريها في ظرف دقائق. حلوة جافة، قالت لقهوة العصر. ان شاء الله نروح مباشرة للوصفة. في بول كيما شفتوا درت 2 حبات بيض كاملين وصفار حبة بيض، زدت لها كأس إلا ربع من السكر فانيلا، وخلطت المكونات مليح حتى تجانسوا كامل. انا استعملت الضراب الكهربائي، نتوما ماشي مشكل تستعملوا الضراب اليدوي ولا حتى تقدري تخلطيها بيدك. هنا نضيف بعد ما تجانسوا كامل هذوك المكونات اللي قلناهم، نزيدوا هنايا كأس إلا ربع تاع زيت، نضيفوا بالتدريج طبعا هكا ونواصلوا الخلط. حنا الأمهات نحبوا دايما الوصفات السهلة والسريعة، هذه من بين الوصفات السهلة ديريها في وقفة. نخلطوا كامل هذا الكاس تاع الزيت، شوفوا هنايا كيفاش ولا لي الخليط ولا كريمي. نزيد 3 ملاعق من ماء الزهر، راح يعطينا بنة شابة بزاف للحلوة ديالنا. نخلطوا شويه الخليط تاعنا. هنايا زدت قرصه ملح، كنت نسيت ما درتهاش في الاول. نزيد 2 ملاعق كبار معمرين تاع الجلجلان، ونخلط هذه المكونات ونبدا نضيف الفرينه. هنايا ندير الكأس الاول، كيما دايما نقول لكم البنات دايما غربلوا الفرينه تاعكم. زدت لها كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام. وهنا ضروري البنات تستعملوا يديكم هكذا باش تعرفوا لا تكستور تاع العجينه تاعكم. نحاولوا فقط نطموا العجينه تاعنا باش وما لازمش نعجنوها هكذا باش تعطينا نتيجه مليحه وتجي الحلوه تاعنا خفيفه وهشيشه. هنا جبت الكاس الثاني، انا كنت هنايا سيرت هيا البنات، فقط كي راني نخدم بيد وحده ما قدرتش نشد لاباسوا باليد الاخرى. هنا زدت الكاس الثالث. نجيب الكاس الرابع ونضيفه بالتدريج كما دايما نقول لكم. الكأس الاخير هكذايا تاع الفرينه روحوا له غير بالعقل. انا هنايا دات لي 3 كيسان ونص. نشكل العجينه تاعي على شكل كريات هكذا بلا ما نوزنهم، فقط عينك ميزانك، اللي حبت توزنهم وهكذا. وعلى راحة اليد فقط هكذا حاولوا تضغطوا عليها، تبسطوها غير شويه خاطش راح تزيد تنتفخ من بعد في الفور. بسطوها غير شويه باش يجي شكلها شباب هكذا، شكل تاع لاكاليت، وتجيكم حلوه شابه. بعد ما كملت التشكيل الحلوه تاعي، جبت هنايا صفار حبه بيض، درت لها شويه قهوه وشويه فانيلا باش نحي لها ريحه البيض، وندهن بهم الحلوه ديالنا. هذه الحلوه يا البنات مليحه، تقدري توجديها في ظرف دقائق كي تكوني حاصله وما عندكش واش تحطي لقهوه العصر.
بعد ما تكملي فطورك وتغسلي معاناتك تم تروحي توجديها وتسلكي بها راسك. هكذا انا نكمل ندهن كامل الحلوى تاعي. الفور تاعي كنت شعلته ديجا على 180 درجة، لازم يكون ديجا مسخن من قبل. هكذا ندهن كامل الحلوى تاعي، ولازم نتأكد انه الاطراف كامل مدهونين مليح هكذا باش تجي الحلوى تاعكم شابة وبريزونطابل. ومن بعد ناخذ موس ولا فرشيطة وندير عليها خطوط هكذا، وندير على شكل معينات هكذايا من الفوق باش تعطينا شكل شباب هكا، فقط على شكل معينات هكذايا. تقدروا يا البنات هنايا تخليوا الحلوى تاعكم فقط كيما هكذا، ولا تزينوها بواش حبيتوا. تقدروا ديروا عليها شويه سكر حبيبات، تقدروا ديروا كاوكاو مطحون ولا إفيلي. هذا المرحله يا البنات تقعد اختياريه. انا نكمل التزيين تاع الحلوى تاعي ونطيبها ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم. هاي ليك الحلوى تاعي يا البنات بعد ما طابت، جات خفيفة وهشيشة، حلوة تسلكي بها راسك، يعني تاع بومسلك ومليحة، ذوقها بزاف رائع. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاعي، جربوها واكيد رايحة تعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة خلوا لي تعليقكم، وما تنسوش الضغط على اللايك باش تطلع لي الفيديو ويشوفوها كامل المشاهدين. شوفوا هنايا نقسم معاكم حبة، شوفوا كيفاش جات خفيفة، شوفوا كيفاش تتفتت، جات رائعة البنات وذوقها بزاف شباب. اذا عجبتكم الوصفة خليوا لي جيم للفيديو، وبقاو في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.